بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عشاق هاتها من الشبكة. الأول نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد كما تعودنا. معكم الأهلي ولعها، الأهلي شعللها نار، الأهلي أكل زعيم الصقر سيد البلد. الأهلي خد سيد البلد ورا مصنع الكراسي، خدهم غسيل ومكوى. الزعامة عادل شكل زعلان، الصورة جايباه زعلان من نتيجة شوط أول يخلص 3-0. أمال الشوط التاني إيه اللي هيجري؟ إيه ده؟ ده مش الاتحاد، ده النسخة الصيني من الاتحاد السكندري. هو في إيه؟ الاتحاد اتغسل. وسام أبو علي ضربة جزاء، ثم رضا سليم، ثم عمر كمال عبد الواحد. أهداف عالمية يا جماعة. عمر كمال ورضا سليم حارس الاتحاد بتفرج زيه زينا على الكورة، ما قدرش يعمل فيها حاجة. وده اللي كنت بقوله، قلت لك امبارح اتوقع فوز الاهلي على الاتحاد. قلت لك اتوقع فوز الاهلي على الاتحاد السكندري. ده الاهلي بقى بينهي الماتش من الشوط الاول، اول نص ساعه ينهي الماتش خلاص. قلت لك لسه عنده البلديه يوم السبت، بعد كده تقريبا هيبقى عنده الترجي التونسي. يعني بعد البلديه خلاص الاهلي بقى يقعد للترجي التونسي اللي هيتلعب يوم 18. والحكام تم اعلانها من الكاف، كونفدراليه ودوري ابطال. مصطفى غربال للاهلي والترجي فرادس، مصطفى غربال الحكم المغربي، ونضاله في لقاء العوده. الحمد لله، عفوا. ونضاله السنغالي، نضاله هيكون حكم نهائي دوري الابطال في العوده هنا في القاهره. والكونفدراليه برضه تم اعلانها للزمالك ذهاب وعوده، ذهاب وايه وعوده. فالاهلي باقل مجهود فرع من الاتحاد السكندري. زي ما قلت لك، يلعب مؤجلاته هتلاقي الاهلي على طول سحب، رجع لمكانته. بس بيراميدز هيكعبله شويه، او يعني ايه، بيراميدز ماشي كويس. بيراميدز لو فضل ماشي زي ما هو ماشي كده في الدوري هياخد الدوري. بس هل بيراميدز لعيبته تقدر تقعد كده لاخر ماتش في الدوري وتلعب بهذه الروح وتقلب خسارتها الفوز وتكسب تكسب تكسب لما تاخد الدوري؟ اشك. لكن الاهلي قال لك اكسب مؤجلاتي، ما عادش فيه تفريط من ساعه ما اتهزم من الزمالك. والاهلي واخد كاس ثالث ماتش على التوالي، 9 نقاط بالعلامه الكامله. بالعلامه الكامله يا حبيبي، بالعلامه الكامله. اسماعيلي ثم الجونه ثم النهارده الاتحاد ولسه البلديه. اتوقع برضه فوز الاهلي على البلديه. يعني الاهلي كده خد 4 ماتشات كنس ورا بعض، خد 12 نقطه من 12 نقطه من بعد الهزيمه من الزمالك. من بعد هزيمه الزمالك والاهلي نازل كنس في الفرقه اللي بيواجهها. طيب، النهارده صالح جمعه لاعب الاهلي السابق، لاعب منتخب مصر السابق، بيلعب في الدوري العراقي، خد عقوبه مغلظه جدا ما بنشوفهاش في الدوري المصري ولا الكره المصريه خالص. العقوبات دي ايقاف 6 شهور وغرامه ماليه تتخطى 10 مليون جنيه مصري. ليه عمل ايه يا عم الحاج؟ قال لك بصق على الحكم وتلفظ بالفاظ قليله الادب، يعني الفاظ سافله، الفاظ نابيه، الفاظ ما ينفعش يقولها لاعب كوره. فخد العقوبه دي. الله، امال الشحات اللي ضرب الواد محمد الشيبي وسبه وشتمه بامه وضربه بالقلم، ما خدش الا ماتشين وخد غرامه 20,000 جنيه. لا، ما هو هنا المسؤولين عن الرياضه في مصر بتوع اتحاد الكره والكلام ده العقوبه بتطلع بالتليفون، يكلموا الخطيب: انت عايز العقوبه قد ايه يا كابتن بيبو؟
ادوا ماتشين و20000 جنيه عربي. انما في الدوري العراقي العقوبه صح، عقوبه على قد الفعل. صالح جمعه افرم ليه؟ غلط. انما حسين الشحات يا عم ادوا ماتشين، ده بيلعب في النادي الاهلي يا عم. مش اتحاد الكره ورابطه الانديه والكلام ده كله اضعف من الاهلي، دي حقيقه. الاهلي اقوى من الناس دي. يعني حسين الشحات لو هو اللي مكان صالح، لو عمل الفعل اللي عمله في الدوري العراقي او في اي دوري في العالم، حسين الشحات ده كان ممكن يتشطب اصلا، يتشطب ده بعد ما يتحبس على بلاطه. صالح جمعه خد جزاءه، غلط واتعاقب. الزمالكاويه بقى يقولوا يا عم يا باشا هنا قلت لك القصه والزيتون، الاهلي اقوى بس خلاص. طيب رضا عبد العال هيطلع بقى ويقول لك ايه؟ بطيخ، كفتاجي، مش عارف ايه ايه ايه. انتوا واخدين من رضا عبد العال، وعمرو اديب يجي مقلع الشعرتين اللي لسه في دماغه. ليه فوز الاهلي يعني؟ انا قلت لك خساره الزمالك امام سموحه خلت لعيبه الاهلي قال لك لا مش هنفرط بقى في نقطه ولا نخلي الزمالك يقرب مننا تاني. خلاص ده جت يعني الزمالك ادى الاهلي يعني هديه على طبق من ذهب. قال لك ده 9 نقاط، الاهلي يكسب ماتشاته ويلعب قد الزمالك في المباريات، تلاقي الاهلي فارق. لو كسب على طول الاهلي يفرق عن الزمالك ب9 نقاط. فخلاص الاهلي شرخ، شرخ يا باشا. هزيمه الزمالك من سموحه ممكن تكون هي دي الماتش ده اللي اهدى الدوري للاهلي في نهايه السنه. قفشه والشناوي وطاهر وهذا الثلاثي في مشاكل وفي ازمات، في مشاكل وفي ازمات. هذا الثلاثي كولر خلاص رفض انه يستجيب لاي ضغوط بالنسبه لهذا الثلاثي. هذا الثلاثي بره النادي الاهلي في مفاجاه مدويه. ممكن تلاقي او تشوف محمد الشناوي في الزمالك، ممكن تشوف قفشه في الزمالك، ممكن تشوف طاهر محمد طاهر في الزمالك. كهربا كده كده هيطلع لاي نادي بره، مش هيروح الزمالك لان جمهور الزمالك ما بيحبوش وما بيطيقوش. انما قفشه، طاهر، محمد الشناوي الله اعلم وارد لو الزمالك حل القيد بتاعه. دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.